نصيحة ليكي يا عروسة وعن تجربة، قبل ما تجيبي شنطك لازم تسمعي الفيديو ده، بس ما تنسيش اختك في اللايك والكومنت والاشتراك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي وتستفادي وتفيدي غيرك. لازم ايد الشنطة ما تكونش زي السلسلة كده عشان بتنقطم، والدراع ده الداعم الاساسي للشنطة وكمان بيصدي، والاكسسوارات الذهبي دي بتغدر كمان مع الزمن وبيبقى شكلها مش لطيف مع الوقت. ولازم المكان اللي هتحطي فيه حاجتك يكون منه فيه في الشنطة كده مش زي البوك عشان بيبقى ملزوق متكبسن وضعيف جدا، ولو صلحتيها وخيطتيها هتبقى الخياطة باينة زي في الفيديو كده. تاني حاجة بقى، ما توركوش المظاهر واللولي والاكسسوارات دي عشان بتقع، والخرز ده بيقع وبقى شكلها مش حلو ومش لطيف، والايد دي مش عملية خالص وبتنخلع، والشنطة ذات نفسها صعبة في الفتح والقفل والتعامل معها صعب جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده مخلوعة معايا. تعالى اقولك بقى على مواصفات الشنطة العملية والحلوة وشكلها يبقى حلو معاكي ومقبول. لازم الايد بتاعة الشنطة تكون من نفس خامة الشنطة عشان بتبقى متينة، ولازم اكسسوارات الشنطة تكون من الستيل عشان يبقى حلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. مع السلامة.